ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بسيط جدا، يا رب يعجبكم. هنعمل مع بعض محشي وديك كده بلدي تربيه بيتي. ما جبتش بقى تفاصيل المحشي لان انا جايبه من امي كيس تقليه وجايبه منها كيس ورق، يا دوب بس حشيت فعشان كده ما جبتلكوش تفاصيل المحشي. وقلت لكم قبل كده ان انا مش بحشي في شقتي. انا مامتي ما بتاكلش يعني المحشي، لازم تعمل محشي لازم اكون انا موجوده، انا واخواتي يعني. مش بتحشي ولا تاكل محشي الا بيا وتديني كمان حله وانا ماشيه. فعشان كده ده السبب اللي انا ما بيخلينيش اعمل محشي في شقتي خالص. بس ان شاء الله هحاول الايام الجايه اعمل معاكم كده محشي في الشقه ان شاء الله. حاولت والله، بس فعلا المحشي ده ما بيحلاش الا باللمه. مش معنى كده ان انا ما بعرفش اعمل، انا بعمل كل تفاصيل المحشي عند ماما عادي يعني. ندخل بقى بالفيديو. بصوا بقى يا حبايب قلبي، هنا المقطع لقيته مش بيتصور للاسف. فانا هنا غليت ميه، حطيت فيها بصلايه وطماطمايه وجزر طرنشات وقرن فلفل، حطيت فيها ورق لوري وجبيبه صيني وحبهان ورشه جوز طيب، حطيت فيها فلفل اسمر، حطيت فيها 7 بهارات وبهارات لحمه وبهارات فراخ. واول ما الميه غلت نزلت بيها بديك، ده ديك بلدي، ده تربيه بيتي اهو ما شاء الله. فاول ما الميه بقى غلت فروحت نازله بيه وسويته شويه على الظهر، وهبدا بقى اسويه كده على الصدر بتاعه، وهبدا اسويه بقى على كل الجناب. واول ما يستوي هاخده بقى ادهنه معاكم صلصه بملح وفلفل وزيت وادخله الفرن ونشوفه بقى ان شاء الله بعد ما يطلع. حبايب قلب اهو كان الاكل خلص. طبعا بقى اني ما صورتش معاكم المحشي لان انا عملته معاكم الفيديو اللي فات. فهنا بقى المحشي اهو، سلام بقى، مش قادره اقول لكم ريحه في حته تانية، واللون بقى احمر وجميل. الفلاش طبعا بيبقى مبيض الصوره شويه، وحطيت بقى على وشه كده معلقه سمنه بلدي بتخلي طعمه ولونه في حته تانية خالص. وهنا اهو بقى الديك اللي انا سلقته معاكم، حمرته طبعا بالصلصه وطلع بقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. وهنا بقى الشوربه معانا خلصت. ما ينساش بقى نصلي على هنعرض بقى الرسول الاكل، عليه بس افضل للاسف الصلاة مش هصوره والسلام. معاكم الفيديو ده واستنونا في لان فيديو انا جديد يعني مع مش مطبخ هناكل سومة. دلوقتي.